لا 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 لا، ده مش علي لطفي اللي انا اعرفه ده، يعني ده بوفون رجع من الاعتزال. الاهلي بيخسر 1-0 من زد بس في الشوط الاول، وان شاء الله النتيجه دي هي اللي تكمل في الشوط الثاني. الاهلي وحش قوي، الاهلي وحش قوي 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 قوي، ودي حاجه بسطاني قوي 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 قوي. فريق زد في الدقيقه 11 بينجحوا في ان هم يسجلوا الهدف الاول ضد الاهلي في سرحان غير طبيعي لدفاع الاهلي، ومحمد الشناوي اللي هو تحسه يعني مخترق 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 على راي كابتن عادل القيعي، تحس ان هو شفاف، الكره بتخترق وتعديه اكنه مش واقف في الجون، يعني اكن الاهلي بلا حارس. يا رب يا رب الماتش يفضل على كده، يا رب الاهلي يفضل كده بيحاول يسجل بس مش عارف. كان في فرصه غريبه للاهلي تقريبا في حوالي الدقيقه 37 او حاجه زي كده، فرصه لطاهر، الكره مرتين وتالق يعني لعلي لطفي غير طبيعي. وكان في قبلها برده شوطه لمروان عطيه علي لطفي تالق بيها برده بشكل كبير قوي، وكانت صعبه جدا. بالنسبه لي نجم الشوط الاول لزد فهو علي لطفي، لان هو اللي قدر يحافظ على النتيجه ودافع عن مرماه علشان ما يدخلش فيه جون. كان الاهلي يقدر يجيب جون واتنين بعد ما الاهلي دخل فيه جون، ولكن بسبب تالق علي لطفي الاهلي خارج من الشوط الاول خسران. ان شاء الله علي لطفي يفضل يتالق لنهايه الماتش، وان شاء الله الاهلي ما يقدرش يفوز في الماتش ده، سواء بقى كان تعادل او خساره باذن الله.